اهلا بيكم في مطبخ ياسو. انا ياسو كنت ببيع وجبات جاهزة وناس كتير سألوني الوصفة ايه والسر فين، فقررت اشارككم كل وصفاتي، وخصوصا ان المطبخ الدمياطي غني جدا ومعروف ومشهور بحلويات الدمياطية والاسماك والبط الدمياطي ووصفات كتير ان شاء الله مش هتلاقوها غير في مطبخ ياسو. عايزاكم تشتركوا وتعملوا شير. لو انت من دمياط وحابب تجرب طعم الوصفات دي من غير ما تتعب، تقدر تطلب مني الاكل يوصلك جاهز وسخن لحد باب البيت. عايزاكم تدعموني وتعملوا لي لايك وشير، ويلا بينا هنبدأ مع بعض اول وصفة النهاردة. يا ترى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل وصفة البط الدمياطي. طبعا الضمايطة مشهورين بالبط الدمياطي، في ناس كتير بتعمل بط بطرق مختلفة كتير، بس الا البط الدمياطي بتكاته وتركاته مش هتلاقوه غير فين؟ في مطبخي. قلت كده اشرب معاكم فنجان القهوة ونخش بينا على ايه، على الوصفة. هنخش على الوصفة بقى ان شاء الله مع بعض. هنا هنقول طريقة البط الدمياطي والقلقاس اللي بالسلق والثوم والرز اللي بالمرتة. هعمل معاكم كل الوصفات دي النهاردة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. يلا نبدأ مع الوصفة ان شاء الله. هنا هنجيب البط المرجان، ما يحلاش الا بالبط المرجان طبعا. هنا جايبه ذكر بط مرجان، ده قبل التنظيف. هنضفه ان شاء الله باذن الله وهخليه زي الفله شمعة منوره. وهنقعه بمحلول النقع. ايه هو محلول النقع اللي بننقع بيه اي طيور؟ الملح وشويه سكر وطماطميه وليمونتين، وتدعكي بقى من جوه ومن بره وتسيبيه منقوع وشويه دقيق، وتسيبيه في محلول النقع نص ساعه. تمام. نخش بقى نعمل ايه؟ البصله. انا كده نضفتهم ونقعهم. هنعمل البصله. فرمت شويه بصل محترمين، فرم خشن مش ناعم قوي، ونحط ملح وفلفل وكمون. مفيش اي بهارات تانية للبط الدمياطي، هو اساسه الملح والفلفل والكمون. تمام. وهنقلبه كويس ونحط شويه زيت على الوش. وهنا انا شلت شويه بصل على جنب اللي هنعمل بيهم ايه بقيه الوصفات، وشويه البصل دول اللي هنحشي بيهم دقر البط، وحطيت عليهم كبشه زبيب. هنا بوريكم دقر البط بعد ما اتغسل بقى فله. هنحشي بقى دقر البط، نملاه كده بصل بالزبيب ده بعد السوا بيبقى تحفه تحفه. المرتة دي هي دي بقى المرتة الدمياطي بتاعتنا. هنحشيه كله كده بالمرتة وبعدين ايه نقفله. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش الاشتراك. هنا هنقفله اهوت مع بعض. في ناس بتقفله بالخيط او في ناس بتقفله بالخله، يعني طبعا طريقتك وطبعا راحتك. انا هنا بقفله بالخيط علشان إيه ما يتفتحش مني، لازم اقفله كويس جدا عشان المرتة ما تخرجش منه. هنا جبت حله كبيره وقمت حاطه شويه زيت على النار، ونحط بقى معاها ايه مستكه وحبهان ورق لورا، بيدي طعم للشوربه تحفه. وهنحط بقى ايه دقة البط، بياخد تشويحه على الناحيتين، على الوش الاول وبعدين على الوش التاني كده نقفل المسام بتاعته، وبعدين نقوم حاطين فوق شويه كمون حبه حلوين كده برضه عشان الشوربه يبقى طعمها حلو وتاخد اللون البني دوت. وتقومي بقى ايه حاطه فوقها ميه سخنه بس، وتسيبها بقى تعيش حياتها، ما تحطيش ملح الوقت خالص. هنا دي حله تانية على النار هنعمل فيها القلقاس. طبعا القلقاس ده انا حطيت شويه من البصل اللي انا كنت عيناه وشفتوه في اول الفيديو، وحطيت برضه ملح وشويه فلفل صغيرين وكمون. هنا بوريكم البط بعد ما غلى والميه تحفه والشوربه تحفه. ده القلقاس دوت من تفريزاتي، واللي عايز قلقاس بيبقى موجود على ايه صفحه الشغل بتاعي. هنا بقى الشوربه غلت، هنقوم حاطين القلقاس بياخد غلوه، ونقوم نازلين عليه بعصره ليمونتين او 3. تمام. الليمون دوت بيخلي طعمه مزازه وطعمه بيبقى حلو جدا، ولازم اساسي 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 الليمون في القلقاس. تمام. هنا كان القلقاس استوى كنت بوريلكم. هنا بنعمل بقى ايه الطشه بتاعت السلق بالثوم. السلق بالثوم ده برضو جاهز عندي، وهبقى اعمل لكم فيديو باذن الله بطريقه تخديله السلق بالثوم. هنا بنعمل السلق بالثوم في شويه زيت ونقوم حاطينه فوقه، تبقى خطير بجد القلقاس دوت.
جاوبوه قولوا لي رايكم فيه. هنعمل مع بعض الرز اللي بالمفتة. في ناس بتقطع فيه الكبد والقوانص وفي ناس ما بتقطعش، انتوا حابه طريقتك ايه اعملي. هنا بجيب برضو شويه ميه، احط فيهم بقيه البصل اللي احنا كنا اخدنا نصها للقلقاس ونصها للرز، وهننزل برضو بملح وكمون بس مفيش فلفل. وهنا غسلت الرز وقمت حاطاه فوق ايه الشوربه. تظبطيه بقى وتظبطي العقد بتاعك وتظبطي الملح بتاعك بس، وتسيبيه بقى ايه يستوي على النار. وده الشكل النهائي للاكل. ده كان البط استوى وبقى موهيه. طبعا شلنا الخيط طبعا، وعملت القلقاس معاكم اهوت. زبده والشوربه تحفه ورز جميل. اتفضلوا يا حبايبي معايا. عايزاكم تجاوبوا وصفتي وتقولوا لي رايكم ايه في البط ده، وانتوا بتعملوه ازاي؟ بتعملوه زينا ولا ليكوا طريقه تانية؟ هنا كان البط استوى بمويه بس ما كنتش قادره امسكه لانه كان سخن مولع. يا رب وصفتي تعجبكم، مستنيه رايكم. باي باي.